بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم دفعه بكالوريا. انا خالد علي مدرس الانجليش، والنهارده يونت 1. قبل ما نبدا كده عايزين نصلي على النبي ونسمي الله وخليك معانا. قبل ما نبدا، احنا الناس كتيره بقى بتقول لك ده الانجليش تقيل والانجليش صعب والانجليش ده امر طبيعي جدا لما يكون نظام جديد منهج جديد بيبقى الموضوع كده. طيب، هل المنهج صعب ولا سهل؟ مفيش حاجه اسمها صعب وسهل. لما دخلت ثانويه عامه، كنت في اول سنه في ثانويه عامه، سالت واحد صاحبي قلت له مين هنا، بص قلت له ايه، قلت له مين هنا شاطر ومين هنا بليد؟ قال لا مفيش كده، في حد بيذاكر وحد ما بيذاكرش. كلنا قدراتنا العقليه تقريبا زي بعض، الفرق بيننا ان في ناس بتبذل مجهود وناس ما بتبذلش مجهود. طيب ايه الحل؟ الحل دلوقتي ان احنا نتعرف على يونت 1 ده بيحكي في ايه، يعني الحوار كله بيتكلم عن ايه، وبعدين هنقسم. اطول يونت في المنهج هو 1. اطول يونت هيقابلك السنه دي ثانويه عامه في البكالوريا كلها، يعني هو يونت 1. ليه؟ يونت 1 فيه 4 اجزاء. ايه هما؟ عندنا درسين جرامر، درس اسمه ريلاتيف كلوز اللي هي بالعربي اسمها ضمائر الوصل، اللي هو الويتش والذات، اللي هي الذي والتي والذين واللاتينا ومش عارف ايه، مش عارف ايه اللاتينا دي، بس مش مهم. ودرس اسمه اف، اللي هي قاعده اف، كونديشنال اف، وده درس طويل شويتين، مش صعب بس هو مبطرخ كده في نفسه يعني. وعندنا درسين فوكاب، درسين ريدنج، اليونت بيبقى فيه حاجه اسمها ريدنج وحاجه اسمها رايتنج. فاحنا هناخد اليونت على 4 اجزاء. وقعد يقول لي طب ما نرزعه كده بالصلاه، لا نرزعه ده انت هتشوف دلوقتي الجرامر عامل ازاي. طيب، الحاجه الثانيه ان نظام الامتحان شكله ايه. بيبقى عندنا 50% تشوز و50% مقالي. طيب الجرامر اللي احنا هنبدا بيه النهارده، هناخد النهارده جزء جرامر. لو جالنا تشوز هيجي لنا تشوز اللي هو عادي بتاعنا، اللي هي قاعده كذا بنختار كذا، وده ما بيبقاش بنسبة 100% معتمد على شكل القاعدة ولا على حفظك، بقى بيعتمد تماما على فهمك. لما تسمع يونت 1 دلوقتي، اسمع يونت 1 هتعرفوا ان الموضوع بقى فهم بس. طب لسه في مدرس بيقول لي لما تلاقي كذا اختار كذا، وتعالوا يا اولاد لما اوريكم الحكايه، كل ده كلام فارغ خلاص. امال احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا نقعد نفكر، وان احنا نقعد نشوف الجمله دي محتاجه مني ايه، عايزه مني ايه، وبعدين ابدا اشتغل عليها. طيب هل انا بقى هينفع اقول لك طب لما تلاقي كذا اختار كذا؟ نو واي. فاللي تشوز هيكون معتمد تماما على الفهم. الجزء الثاني اللي هو ترانسفورميشنال جرامر، اللي هو ان انا احول الجمله، ده بيبقى بكذا شكل. ممكن يجي لي على هيئه ري رايت، يعني يجيب لي جمله اللي استخدم القاعده دي، ده وارد. ممكن يجي لي على هيئه فايند ذا ميستيك، يعني يجيب لي جمله فيها غلطه يصلح الغلطه دي. وممكن يجي لي بطريقه ثانيه جديده كده هتشوفوها دلوقتي، اللي هي بيجيب لي قطعه فيها 5 فراغات ويحط لي خط، او بيجيب لي كلمه يقول لي الكلمه دي مناسبه هنا ولا لا، ولو مش مناسبه حط لي كلمه غيرها. طيب، هنشوف بقى احنا الكلام ده وهنسمي الله كده ونبدا بيونت 1 واول حصه بكالوريا، اول حصه انجلش، وان شاء الله اليونت هيعدي على خير. طب نظامنا احنا ايه؟ المحاضره دي نتفرج عليها، دي بتتفرج عليها وبعدين انا باجي في جزء معين كده اقول لك المحاضره خلصت، وبعدين اقول لك اتنقل على المحاضره التكميليه. لما بتفتح المنصه بتاعتنا في كده في اليونت كل جزء تلاقي مكتوب ايه، يونت 1 بارت 1. هتلاقي بعد كده في جزء اسمه يونت 1 التكميليه. ايه التكميليه ده؟ ما بقاش انا عايز ارزع كده مثلا 3 4 ساعات ورا بعض فتحس ان انت زهقت منه وزهقت من الحصه. فبعمل ايه؟ بديك محاضره تكميليه بتبقى بقيه الدرس، ساعات بحل فيها زياده شويه، ساعات بدي فيها حته بقيه القاعده، بس مبقاش يعني اديت القاعده كلها كده فانت تزهق. معنى كده ان انت هتتفرج على دي وبعدين هتتفرج على التكميليه، وبعدين هتتنقل على الهوم ورك، الواجب. هتروح تحل الهوم ورك بتاعك، تشوف اجاباتك. بعدين في اخر الهوم ورك بعد ما بتخلص خالص بتكتب تم تسليم، اللي بتسلم الواجب يعني بتسلمه، بيتفتح لك فيديو وانا بس ببدا اشرح لك الواجب ده انت حليت ايه صح وحليت ايه غلط وهكذا. بعدين بتبدا المحاضره اللي بعدها اللي هي برضو الجزء الثاني من يونت 1. ما انا قلت لك يونت 1 ده 4 محاضرات. دي المحاضره الاولى تبقى جرامر، المحاضره الثانيه ان شاء الله هتبقى الاسبوع الجاي ودي هتبقى فوكاب. ودي مش تبقى فوكاب بس، هتبقى فوكاب وريدنج ورايتنج، وهتحس ان محاضره فوكاب دي محاضره تقيله. يعني سيبك من الكلام بتاع اولى ثانوي عشان ده كان حوار تاني خالص. قبل ما تتفتح لك المحاضره الثانيه بتعمل لك كويز على المحاضره الاولى، بتمتحن. خلصت امتحانك بتشوف درجتك ايه. طبعا لو ما جبتش درجه تعديك الامتحان مش هتتفتح لك، يعني انت تقعد تركز وتسيبك بقى من ان انت تفتح تشات جي بي تي تشوف الاجابات، لان انت كده بتخدع نفسك، انت مش بتخدعني انا. طب انا اعمل ايه؟ انا اقعد قدام الكويز بتاعي واحله كويس وبعدين اسلمه اخد درجتي، وبعدين هيتفتح لك برضه فيديو يقول لك ايه غلطاتك فين. طيب وبعدين نبدا بقى ندخل في الجزء الثاني من يونت 1. بعد ان شاء الله ما نخلص يونت 1 هناخد محاضره قصه، بعدين هيبقى عندنا امتحان شامل، يعني كل ما بنخلص يونت بنقفله، او كل ما بنخلص 4 محاضرات بنعمل امتحان شامل. ده النظام باختصار. ونبدا بقى حصتنا، وانا اسف ان طولت عليك بس يعني انتوا منورينا. طيب نبدا كده. اليونت اسمه ايه؟ يونت 1 بارت 1، يونت 1 بكالوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه living well in a complex world. living well ان انت تعيش كويس in a complex world، في عالم معقد.
الجزء الاول من يونت 1 هيكون جرامر، يعني احنا هنبدا النهارده حصتنا محاضرتنا هتكون جرامر. طيب ليه جرامر؟ مش عايز اسد نفسك بالفوكاب يعني، لان الفوكاب حقيقي مش تقيل بس هو محتاج شغل كتير جدا. فهناخد جزء جرامر وهيعرفك الجزء ده ان الحوار كله بقى بس فهمه بس. اليونت اسمه ريلاتيف كلوز. ريلاتيف كلوز يعني ضمائر الوصل. يعني ايه ضمائر الوصل؟ هو اسم الموصول، الذي والتي والذين وهكذا. طب دول كام ضمير؟ هم 9. واحدة اسمها هو، واحدة اسمها هوم، واحدة اسمها ويتش، واحدة اسمها ذات، واحدة اسمها وير، واحدة اسمها وين، واحدة اسمها وات، واحدة اسمها واي. هناخد واحدة واحدة كده فيهم، كل ما ناخد واحدة أو اتنين نحل عليهم شوية. نبدأ بالهو. قال لي إيه دي؟ قال الهو دي كلمة replaces، بتحل محل اسم. لازم يكون ناون، لازم يكون اسم، ما يكونش فيرب، لأن كمان شوية كده هناخد واحدة زي الوات دي بتحل محل فيرب. والاسم يكون اسم someone، يعني اسم عاقل، اسم بني آدم. طب هل يكون subject يعني فاعل، يعني جاي في أول الجملة، ولا object مفعول يعني جاي في آخر الجملة؟ لا، هي دايسة في أي حاجة. يعني تيجي في حاجة جاية في أول الجملة أهي، علي جاي في أول الكلام ماشي. تيجي حاجة في آخر الجملة، يعني خالد جاي في آخر الجملة ماشي، هي مش فارق معاه. المهم إن اللي هو بيتحط مكان اسم عاقل، يعني اسم شخص، اسم someone. حلو الكلام. الهو دي ينفع نجيب قبلها كوما، لان في كمان شويه كده في ريلاتيف كلوز مش هينفع تاخد كوما. فانا مثلا لو انا خدت جمله، تعالوا معايا كده، لو خدت جمله بتقول ايه؟ بتقول ان علي اهو، علي is clever. ماشي الكلام. he sits here، هو بيقعد هنا. مين بقى اللي بيقعد هنا ده؟ علي. يبقى الهي دي بتعود على الواد علي، وبيقول لي استخدم هو. اول حاجه لازم اعملها احذف هي. ليه كده؟ لان انا احط مكانها هو. يبقى انا حذفت هي، بقت علي از كليفر، علي ولد شاطر، هي سيتس هي بيقعد هنا. وبعدين المفروض احط كلمه هو. لو انا بقى شلت هي وحطيته يبقى انا بحل غلط تماما. ليه؟ لازم اشوف الاول الافضل ابدا بالجمله الاولى ولا الثانيه. يعني نفكر كده، هل الافضل ان انا اقول علي الذي اللي هي هو يكون شاطر، علي هو از كليفر سيتس هير بالعربي كده، هل المفروض اقول علي الذي يكون شاطر بيقعد هنا، ولا علي اللي قاعد هنا ولد شاطر؟ لا، الافضل ابدا بالجمله الثانيه. يبقى انا اقول كده ان علي هو sits here، علي هو sits here، علي اللي بيقعد هنا. ماله علي ده بقى؟ is clever. اوعى بقى، اوعى تغلط الغلطه اللي قلناها دي. احنا عملنا ايه الاول؟ احنا حذفنا كلمه هي وحطينا مكانها كلمه ها هو، فبقت الجمله علي ها هو، علي اللي sits here is clever. ما ينفعش بقى اكتب ايه؟ علي هو sits here he is clever، لان انا خلاص حذفت هي وحطيت هو. قول لي بقى، لا انا بقول لك علي هو سيتس هير، علي اللي بيقعد هنا ولد شاطر، بدماغك كده. لو انا حذفت الجمله دي اصلا خالص، يعني قلت علي ولد شاطر، علي از كليفر بس، هل دي كده تدي معنى؟ تدي معنى، علي ولد شاطر. حلو. يبقى الجمله دي اللي هي هو سيتس هير لو اتحذفت ما تاثرش في المعنى. طالما الجمله لو اتحذفت ما تاثرليش في المعنى، يبقى انا لازم احط قبلها كوما وبعدها كوما. وجود الاثنين كوما دول معناهم ايه؟ معناهم ان الحاجه دي لو اتشالت ما تاثرش. يعني بقول لك ايه؟ عمر بن الخطاب الذي كان خليفه المؤمنين توفي سنه كذا. لو حذفت الذي كان خليفه المؤمنين اللي هو بيسميها جمله اعتراضيه، لو حذفتها مش هتفرق، يبقى لازم احط قبلها كوما واحط بعدها كوما. حلو الكلام. طب ناخد جمله كمان. جمله ثانيه بتقول ذا ثيف. اسمع كده، ذا ثيف الحرامي stole the money. ماشي، الحرامي سرق الفلوس. ماشي. they arrested him، قبضوا عليه. عايز استخدم هو، اروح اشوف الكلمه المكرره. هنا مكتوب the thief، ماشي، وهنا مكتوب arrested him، قبضوا عليه. يبقى him ده المقصود بالحرامي. كده انا عندي كلمه مكرره اللي هي the thief وهم. اعمل ايه الاول؟ هايل عليك، برافو عليك. يبقى نحذف كلمه ها هم، اديني حذفتها. وبعدين احط مكانها كلمه هو. طب اعمل ايه بقى؟ اقول برضو the thief، the thief هو، واستنى. الصح ابدا بالجمله الاولى ولا الثانيه؟ ما اعرفش. هل الصح نقول الحرامي الذي سرق الفلوس قبضوا، واقول هم قبضوا على الحرامي اللي سرق الفلوس؟ لا، اقول هم قبضوا على الحرامي. بقى المفروض ابدا بالجمله الثانيه. يبقى انا كنت بادئ غلط. يبقى نشيل الكلام اللي عملناه ده ونبدا بالجمله الثانيه. ده معناه انك مش لازم تبدا بالجمله الاولى، لا انا ممكن ابدا بالجمله الثانيه عادي لو المعنى عايز كده. يبقى نقول كده they
arrested. هم قبضوا على مين يا عم؟ قبضوا على the thief who الذي stole the money. كده الجملة صح. ويبقى كده الهو بتحل محل اسم someone، اسم عاقل اهو، the thief هو، علي هو. افرض بقى الراجل اللي بيحط الامتحان حب يعمل معانا حركه، راح عامل لنا ايه؟ راح جاب لنا جمله بتقول مثلا علي solved the problem. بص الجمله، علي solved the problem. طب علي حل المشكله بس، وبعدين وقال لي استخدم هو. طب انا مكتوب علي حل المشكله، عايز استخدم هو الذي. طب المفروض يكون جايب لي جملتين، يعني الاقي هنا مكتوب علي مثلا ولا مكتوب هي، فاروح لا هو جايب جمله واحده. لو لقيته جايب لك جمله واحده كده او جايب لك جمله واحده بيقول لك استخدمي هو او استخدم هو، قدامنا حلين. يا اما ممكن نقولها كده علي is the person، علي is the person يعني علي هو الشخص الذي هو solved the problem. كده اتحلت خلاص. حلو. وممكن تسهل على نفسك خالص وتبدا الجمله بالكلمه دي، تكتب it was علي، يعني انه كان علي هو الذي solved the problem. برضه صح، الاتنين صح، ماشي الكلام. يبقى انا باخد درس اسمه ريلاتيف كلوز، ضمائر الوصل، لسه في اول واحده فيها اسمها هو. طب ايه حكايه الهو دي؟ قال لي الهو دي بتحل محل اسم شخص، اسم عاقل. زي ايه عاقل؟ اي حاجه بقى، يجيب لك خالد، يجيب لك تيتشر، يجيب لك مي، يجيب لك كاربنتر، يجيب لك اي كلمه، المهم عاقل. طب لو بصينا كده في مرزبتنا الحلوه دي هتلاقي مكتوب مثلا علي هو سيتس هير از ا تول بوي. ممكن يعمل حركه جميله. يعمل ايه؟ ممكن يجيب لك جمله حلوه قوي. انا عندي طلبه تقول لك ايه يعني، خلاص من الاخر كده لما الاقي اسم بني ادم اختار هو. لا، هو دلوقتي مش كده. دلوقتي ممكن تلاقي جمله ما فيهاش اسامي بني ادمين اصلا وتختار هو. ايه بقى ده؟ انا لو لقيت مكتوب خالد، لو خالد ده بني ادم هاخد هو. لو لقيت مكتوب تيتشر، تيتشر ده بني ادم هاخد هو. لو لقيت مكتوب جيرل، جيرل دي بني ادميه برضه هتاخد هو. هو مش عايز كده، هو عايز الطالب يبقى فاهم ان لما الجمله النقط بتشير لشخص يبقى الاجابه هو. بمعنى بص عليا كده، عندي جمله بتقول اي ريسبكت، انا بحترم. بص الجمله الحلوه دي، اي ريسبكت انا بحترم، نقط ابولوجايز، انا بحترم اللي بيعتذر. دور لي كده على اسم بني ادم. لا والله ما فيش. طب الجمله تقول انا بحترم اللي بيعتذر، هو اللي بيعتذر ده بني ادم، يبقى الاجابه هو. يبقى انا بحترم الذي يعتذر. اقعد يقول لي فين اسم البني ادم؟ مفيش. انت تفكر تقول طب ما اكيد هنا محتاجين شخص، يعني اكيد هنا النقط دي بتشير لشخص. تعال اوريك جمله جت في الامتحان. في جمله جت في الامتحان بتقول اي دونت نو. بص الجمله، اي دونت نو انا ما اعرفش نقط انفنتد ده موبايل. اي دونت نو نقط انفنتد انا لا اعرف الذي اخترع الموبايل. طب ما هو اللي اخترع الموبايل ده بني ادم، يبقى الاجابه هو. يبقى لو انا في مدرس جه قال لك ايه واد لما تلاقي اسم بني ادم خد هو، قول على ربنا ياخدك. ممكن ما تجيش كده، انا ممكن الاقي الموضوع جاي بفهم، لا هو هيجي بفهمك. طب واحده كمان بتقول ايه دي حلوه قوي دي، بتقول جريت سلم نقط يوميت. جريت سلمي نقط يوميت، سلم على اللي تقابله. بيقول لك سلم نقط تقابله، وانا هسلم على ايه؟ يعني هلاقي قطه اسلم عليه او كلب اسلم عليه وزرافه خدها بالحضن؟ لا، اكيد اللي هسلم عليه ده بني ادم. يقول جريت هو ايفر. يعني ايه هو ايفر؟ يعني اي حد تقابله. معنى كده ان اول نقطه عايز احطها في بالك وفي بالك ان الهو بتحل محل اسم بني ادم، ومش لازم في الامتحان الاقي اسم بني ادم فاختار هو. لا، انا ممكن كده من معنى الجمله من الفهم بتاعي اعرف ان الاجابه هو. حلو الكلام ده. في حاجه تانية، ده انا ممكن يجيب لي الدرس ده بشكل حلو قوي. ازاي بقى؟ عايزك تبص على الثلاث جمل دول كده وتصلي على النبي وتخليك معانا وتشوف جابها ازاي. دي جت في الامتحان. واحد يقول لي جت في امتحان مش البكالوريا دي لسه بادئه، جت في امتحان ثانويه عامه. ما المنهج ده بيتدرس من ثانويه عامه، ده انا بدرس ثانويه عامه من سنه 99 يعني بقى لي 27 سنه. جمله بتقول ماي براذر، اخويا، هو ذا دكتور ترافلز. تعال نشوف كده. ماي براذر هو is a doctor travel كله زي بعضه. انا عايز اعرف ايه الفرق بين الثلاث جمل. مفيش. جالهم بقى في الامتحان قال لهم انهي جمله في دول. تعالى اوريك حاجه الاول. لو انا حطيت هنا كوما
وحطيت هنا كوما وحطيت هنا كوما، بس ما حطيتش كوما تاني، واخر واحده دي ما حطلهاش حاجه خالص. وجيت قلت لك which sentence، اسمع الجمله كده، which sentence، انهي جمله في دول means، معناها ان انا عندي only one brother. ايه ده بقى؟ يقول لي طلع لي الجمله اللي تدي معنى ان انا عندي اخ واحد بس. ما اعرف منين؟ اسمع طيب، بصي لي كده كويس. لو انا بكلمك او انا بكلمك وانت عارف ان انا عندي 5 اخوات، وقمت قلت لك ايه؟ اخويا سافر بس، هتقول لي ايه؟ هتقول لي اخوك مين؟ ما انت عندك 5. طب لو قلت لك اخويا اللي شغال دكتور سافر، كده انت عرفت ان عندي 5، بس انت عرفت ان اللي سافر اللي شغال دكتور. حلو. طب لو انت عارف، معنى كده ان انا عندي كذا اخ، لازم اقول لك اخويا اللي شغال كذا، اخويا اللي ساكن في الحته الفلانيه، وهكذا. طب لو انت عارفه ان انا ما عنديش في الدنيا دي الا اخ، فجيت قلت لك ايه؟ اخويا سافر، هتقول اخوك مين؟ لا، ما انت اصلا عارفه انه ايه؟ اخ. طب لو قلت لك ان اخويا اللي شغال دكتور سافر، وانت اصلا عارفه ان انا ما عنديش الا ايه؟ الا اخ، يبقى مش ضروري اقول لك اللي شغال دكتور، لان انت كده كده عارفه ان هو ايه؟ اخ، وعارفه انه شغال دكتور، فيبقى مش ملهاش لازمه. حلو. يبقى لو انا عندي اخ واحد بس وقلت لك اخويا سافر، مش هتساليني اخوك مين، لان انت كده كده عارفه ان هو ايه؟ اخ. يبقى حكايه اللي شغال دكتور دي ملهاش لازمه. ولما يكون المعلومه ملهاش لازمه، لازم يتحط قبلها كوما وبعدها كوما. يبقى انا لما اقول ماي براذر هو از دكتور ترافل، وحطيت هنا كوما وهنا كوما، يبقى المعلومه دي معلومه ملهاش لازمه، يعني لو اتشالت ما تاثرش. ليه؟ لان اللي بيسمعني عارف ان انا عندي ايه؟ اخ واحد، فلما اقول له اخويا سافر وخلاص، هو كده كده عارف ان هو ايه؟ اخ. يبقى لما يجيب لي جمله يقول لي ايه؟ انهي جمله في دول معناها ان انا عندي اخ واحد، اشوف الجمله اللي فيها قبلها كوما وبعدها كوما، اقول دي كده معلومه مش اساسيه، لو اتشالت ما تاثرش، ده كده معناه ان انا عندي اخ واحد. حلو الكلام. طيب الهو دي شكلها طلعت حوار. قال لك ايه كمان؟ قال لك الهو بتحل محل اسم someone، اسم عاقل. ماشي يا عم، خلاص عرفت، لما الاقي اسم عاقل اخد هو. لا بس استنى، ده خالد قال لي كمان ان ممكن ما الاقيش اسم بني ادم، ده ممكن يجي يقول لي جاد، ربنا فورجيفز، بيسامح نقط ريبنت، يعني ربنا بيسامح اللي يتوب. ما هو اللي بيتوب ده بني ادم، الاجابه هو. اي ريسبكت، انا بحترم اللي بيعتذر، ما اللي بيعتذر ده بني ادم، الاجابه هو. قال لك كمان ايه بقى؟ دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. قال ده في حاجه اسمها حالات حذف هو. ايه ده بقى؟ قال ده في حالات في الانجليش لو حذفت هو دي من الجمله ماشي. يعني ايه؟ يعني لو كاتب خالد هو از بلاينج، ينفع هو دي تتشال من الجمله وتبقى جمله صح. يعني انا هو دي ممكن احذفها وتبقى الجمله صح، وده بيحصل في 4 حالات. امتى في الانجليش احذف هو وتتحسب لي صح؟ قال لك ايه؟ قال لك احنا بنحذف هو في 4 حالات في الانجليش. ايه هما؟ لو جاب لي نون اسم، يعني قال لي خالد، احمد، علي، مي، اي حاجه، وبعد الاسم نقط، ولقيت بعد النقط دي فيرب بلس اي ان جي، ده بقى في حاله الاكتف بس. او جاب لي نون اسم ولقيت نقط، وبعد النقط دي بي تصريف ثالث، ده بيجي في حاله الباسيف بس. اقول لك حكايه الاكتف والباسيف دي بالتفصيل. او جاب لي نون اسم ولقيت بعد النقط دي بريبوزيشن، يعني حرف جر. او جاب لي نون اسم وبعد النقط لقيت كومبليت سنتنس، يعني جمله كامله. هنا ينفع تحذفها وينفع لا. قصدي ايه بقى؟ قصدي ان انا لو جالي جمله بتقول مثلا I like the girl، بص الجمله كده، بص انا هوريكم حاجه. لو قلت لك مثلا ايه؟ I know the boy who is playing there، انا اعرف الواد اللي بيلعب هناك. هنا مكتوب I know the boy who is playing there. ينفع احذف هو دي واجيب بعدها ان جي على طول، يعني اكتب بلاينج على طول. عشان كده انت ممكن اخر السنه يجي لك يقول لك ايه؟ يجي لك في الامتحان يعمل لك كده، بص الجمله دي، يقول لك كده I know the boy نقط playing there، وبعدين يقول لك اختار. عيل خايب يلاقي مكتوب ايه؟ يلاقي مكتوب ذا بوي، يقول بوي ده اسم، وطالما اسم اخد هو. طب كمل قرايه كده، مكتوب ذا بوي نقط وبعد النقط مكتوب بلينج، ده فيرب بلس اي ان جي.
قال لك لما نجيب لك اسم عاقل ونقط وبعد النقط فيرب بلس اي ان جي، هنا في النص اوعى تاخد هو، ولا اختار ايه؟ تاخد نو وورد. نو وورد يعني لا اجابه، يعني مش هنختار حاجه، يعني هتبقى الاجابه على طول ذا بوي بلاينج كده. طب افرض انا عايز احط هو، يبقى ما تحطش هو بس، لازم تحط هو از. طب لو حطيت هو بس لا تبقى الجمله غلط. يبقى لو جاب لك اسم ولقيت نقط وبعد النقط فيرب بلس اي ان جي، ما تاخدش هو، خد نو وورد يعني لا اجابه. طب لو هاخد هو، لا ما تاخدش هو، لازم تاخد هو از. ولو ماضي خد هو ووز. طبعا از او ار لو جمع يعني. طب ايه كمان؟ قال لك كمان لو لقيت اسم وبعد الاسم تصريف ثالث بس في حاله الباسف. يعني ايه ده؟ يعني قال لك مثلا ايه؟ I saw the thief، انا شفت الحرامي، نقط arrested، تصريف ثالث اهو. I saw the thief نقط arrested، انا هقول لنفسي thief ده اسم عاقل، وارستد ده باست بارتيسيبل تصريف ثالث، يبقى ما ينفعش طالما جايب لي اسم وبعد الاسم تصريف ثالث احط بينهم حاجه. امال اختار ايه؟ خد نو وورد لا اجابه. طب اشمعنى في الجمله الاولى خدت بوي وجبت وراه ان جي وهنا جبت تصريف ثالث؟ عشان دي اكتف، الولد هو اللي بيلعب. طب هنا مكتوب الحرامي اللي بيقبض ولا بيتقبض عليه؟ لا هو اللي بيتقبض عليه، يبقى الاسم ينفع اجيب وراه تصريف ثالث في حاله الباسيف. معنى كده ان انا بحذف هو من الجمله في 4 حالات. لو لقيت اسم وبعد الاسم اي ان جي خد نو وورد لا اجابه، او لو لقيت اسم وبعد الاسم تصريف ثالث بي باست بارتيسيبل خد نو وورد لا اجابه، او لو لقيت اسم وبعد الاسم حرف جر زي ما اقول لك ايه؟ I like the girl، فانت تقول جيرل دي اسم عاقل. I like the girl نقط in blue، هنا مكتوب girl بعد النقط مكتوب ان ده حرف جر، ما دام جايب لك اسم وبعد الاسم حرف جر خد نو وورد. طب لو عايز احط حاجه بينهم يعني احط هو، ما ينفعش احط هو، لازم هو از. يبقى انت تقول لنفسك كده وانا بحل، لو لقيت اسم عاقل المفروض اختار هو، بس لو لقيت بعد النقط اي ان جي او بي او حرف جر خد نو وورد لا اجابه. اي ان جي في حاله الاكتف والبي في حاله الباسيف، ودي انا اخدها بالتفصيل لوحدها. او لو لقيت جمله كامله ساعتها ينفع تاخد هو، ينفع ما تاخدش. يعني يقول لك ايه؟ I saw مي، انا قابلت مي نقط وي ميتن اليكس، انا شفت مي اللي شفناها في اسكندريه. هنا بعد الجمله مكتوب وي ميتن اليكس جمله كامله. قال لك لما نجيب لك اسم عاقل اسم شخصي ونقط وبعد النقط كومبليت سنتنس يعني جمله كامله، في النص هنا لو كتبت هو صح ولو كتبت نو وورد صح من غير از بقى. في ملزمتنا الحلوه بقى معمول ايه؟ مكتوب حالات حذف هو. واحد، لما يجيب لي اسم وبعديه اي ان جي او بي او بريبوزيشن حرف جر او كومبليت سنتنس. هي مكتوب اي لايك ذا جيرل ان، جيرل وان على طول حرف جر. اي لايك ذا جيرل ستاندينج، جيرل وستاندينج اي ان جي على طول. اي سو ذا اكتور يو تولد مي اباوت جمله كامله. they welcomed the guests invited تصريف ثالث وده باسف. قال لي كمان ينفع نحذف هو لو جايب لي اي حاجه فيها كلمه اولا ثانيا، زي ما اقول لك ايه؟ او ذا فيرست الاول، ذا سكند الثاني، ذا لاست. فانا عايز اقول ايه؟ خالد اول واحد يوصل. ممكن اقول كده خالد is the first one who arrived او to arrive، الاثنين صح. يعني لما اقول ايه؟ مي اخر واحده توصل اقول مي is the last one، ينفع اقول كده who arrived او to arrive. دي الحالات اللي بنحذف فيها هو. ماشي الكلام. ده الجزء اللي انا قلته لما قلت لك ماي براذر هو از دكتور. لو خدت بالك بص هنا، ماي براذر كوما هو از دكتور كوما doesn't have free time. هنا هو از دكتور دي محطوطه بين 2 كوتيشن، يبقى لو اتحذفت ما تاثرش في المعنى، يبقى انا عندي اخ واحد. طب لو ما حطيتهاش فين كوتيشن يعني ما حطيتش قبلها اصلي كوما بعدها كوما، لا يبقى انا كذا عندي كذا اخ. حلو الكلام. دي اللي هو مؤقتا وهنرجع لها تاني وهنشوف حكايتها تاني، بس لما نروح دلوقتي نروح للتانيه صاحبتها اللي هي هوم. ايه حكايه هوم دي؟ قال لي الهوم دي يا عم بتحل محل اسم عاقل برضه زي الهو بالظبط. الهوم بتحل محل اسم عاقل زي الهو بالظبط، بس بشرط يكون اوبجكت يعني مفعول. اميز بينهم ازاي؟ انا لو لقيت مثلا مكتوب في الامتحان خالد فقمت قلت خالد ده عاقل لما اخد له هو، ماشي. طب ما هو هوم برضه بتيجي للعاقل. طب ما كده الاثنين زي بعض، بس في حاجه، الهوم والهو زي بعض. لو انا عندي كلمه زي كلمه ذا جيرل، قمت انا قلت جيرل دي عاقل تنفع هو وتنفع هوم. لو الاسم ده جه ومعاه بريبوزيشن يعني حرف جر، يعني ايه؟
يعني مكتوب ذا جيرل اباوت نقط، اوعى تقول اباوت هو، لازم تقول اباوت هوم. لو وريت لك كده 3 اكزامبلز، بص كده على الاكزامبلز دي، مكتوب اي سو ماي اي سو ماي اي سو ماي، 3 ماي اهو. فانت قلت ماي دي عاقل، فالمفروض تاخد هو. لا استنى، ينفع تاخد كمان هوم. قال لك ايه؟ قال لك قاعده لما نجيب لك اسم شخص، اسم someone، وتلاقي مع اسم الشخص ده preposition يعني حرف جر، بس بشرط يكون حرف الجر قبل النقط على طول، زي اقول لك about نقط، for نقط، with نقط، لازم تاخد هوم. يعني هنا مكتوب ايه؟ I saw May won the prize، انا شفت مي اللي فازت بالجائزه. هنا مي دي فاعل، تاخد هو بس. طب هنا مكتوب about نقط، اوعى طالما لقيت about او with او for نقط وبعدها نقط على طول لازم تاخد هوم. طب هنا مكتوب I saw May برضه، وفي الاخر about، في حرف جر برضه about، يبقى الاجابه هوم. يبقى الهوم بتحل محل عاقل برضه، بس اوبجكت، مفعول. اميزها ازاي؟ اميزها لما الاقي اسم شخص ومعاها بريبوزيشن يعني حرف جر. حلو الكلام. اللي هتفهمنا الدرس ده كله بقى كله هي ويتش. اشمعنى؟ هقول لك بقى دلوقتي. اولا لازم تحط لي كده قبلها كوما وبعدها كوما زي الهو، برضه الكوما قلت بتتحط لما تكون المعلومه مش اساسيه، ديفينيت وانديفينيت يعني. هاخد بقي ميه كده وانت معايا وانت معايا وانت معايا كده، ما تمشيش ما تروحش بعيد، احنا معاك يا صديقي يا صديقتي. ايه الحكايه؟ حطها جنبي كده. الحكايه ان الويتش بتحل محل اسم something يعني اسم غير عاقل. الويتش بتحل محل اسم something يعني اسم غير عاقل، اسم شيء. فمثلا لو قلت لك I watched a play، بص الجمله I watched a play، انا شفت مسرحيه. I liked it، عجبتني. عندي هنا كلمه play وكلمه it، وعايز استخدم ويتش. اولا لازم احذف it لان احط مكانها ويتش، واقول كده I like the play، عجبتني المسرحيه، which I watched. اوعى بقى تكتب it تاني، فعشان اكتب ويتش وإيت لان الإيت اتشالت وحطيت ويتش. حلو. الراجل بقى بيلعب بالفكره دي لعب السنين. ازاي؟ في مدرس يقول للطلبه ايه، بص يا ابني ملخص درس دوت انك لما تلاقي اسم شخص عاقل خد هو، لما تلاقي اسم غير عاقل خد ويتش، وفي الاخر خلاص تاخد فوق دماغك. ليه؟ الموضوع كله بالفهم. ازاي؟ بصوا معايا كده. الجمله دي بتقول I made a journey with علي. ماشي. والجمله دي برضو بتقول I made a journey with علي. برضو ماشي. فهنا مكتوب علي وهنا مكتوب علي. فقمت انا قلت علي ده اسم عاقل اخد له هو. طب كمل كمل كمل. الجمله بتقول I made a journey with علي، انا عملت رحله مع علي نقط is tall، طويل. مين اللي طويل؟ علي. يبقى الصفه دي بتوصف علي ان هو طويل، يبقى الاجابه هو. علي الذي يكون طويل. ماشي. طب I made a journey with علي برضو، عملت رحله مع علي نقط is long. يعني ايه long؟ يعني طويل؟ لا بس دي طويل في المسافه. طول دي طويل، بني ادم طويل، لكن لونج دي يعني مسافتها طويله. كده انا بوصف علي ولا الرحله؟ لا بتوصف الرحله، يبقى الاجابه ويتش. وقعد يقول لي ايه اللخبطه دي؟ هي دي الفكره. اسمع جمله ثانويه عامه، ثانويه عامه مش بكالوريا، ثانويه عامه 2025 كان بتقول ايه؟ كان بتقول I played a game with my brother نقط. العيال لقوا مكتوب brother قالوا اقفش هو. كمل طيب. I played a game with my brother، انا لعبت جيم مع اخويا. نقط made me tired، خلاني مرهق. ايه اللي خلاك مرهق؟ اللعب. يبقى الاجابه ويتش. معنى كده ان انا لما بحل ما الاقيش مكتوب ايه علي الحق الاجابه هو، لا لا كمل كمل. يعني بقول لك ان الجيرني طويله، كده انا بوصف الرحله يبقى الاجابه ويتش. طب علي طويل، كده انا بوصف علي فالاجابه تبقى هو. معنى كده ان الدرس ده بنسبه 100% معتمد على فهمك. حلو الكلام. طيب وريني كده، هل ويتش هي كمان ينفع تتحذف؟ طبعا. قبل ما اقول لك تتحذف امتى، فعايزك تفكرني كده وتقول لي بس بصوت عالي، انا كنت بحذف هو امتى؟ انت قلت لي هو دي كنت، اللهم صل على النبي. استنى اما ارجع الفيديو. لا ما ترجعش، انا افكرك. الهو كنا بنحذفها في 4 حالات. لما بلاقي اسم وبعد الاسم اي ان جي او بي بي او حرف جر او جمله كامله، نفس ال4 حالات دول بتحذف فيهم ويتش. بمعنى انا لما اجيب لك جمله بتقول I read the story، انا قريت قصه نقط written،
هنا مكتوب ستوري ريتن، جايب لي تصريف ثالث، ما تحطش بينهم حاجه، خد نو ووردز. I like the film I watch الجمله كامله، خد نو ووردز. I saw the dog moving، dog وmoving ing، خد نو وورد. I like the vase on ده حرف جر، خد نو وورد. قال لك لما نجيب لك اسم يبقى انا كده عندي قاعده بتقول ايه؟ بتقول اي اسم عاقل او غير عاقل يجيب لي وراه نقط، وبعد النقط ing او بي بي او حرف جر او جمله كامله بختار نو وورد. طب لو هختار ويتش لازم تبقى ويتش از. يعني بص الجمله دي I read the story which was written، او I read the story written على طول من غير which was. كده انا قدرت افرق بين الهو وبين الهوم بتاعت المفعول والويتش، وفاضل لي الذات، ودي ما بتاخدش كوما. الذات دي كلمه بتحل محل اي حاجه في الدنيا، عاقل شغال، غير عاقل ما بتقولش لا، يعني someone something مش فارقه معاه. معنى كده ان الذات بتساوي هو، بس خد بالك الهو دي كان بتاخد كوما، ذات ما بتاخدش. وبتساوي ويتش، بس برضه ويتش بتاخد كوما، ذات ما بتاخدش. ليه؟ يعني انت اختارها دي. اقول لك انا لو انا جاب لي جمله بتقول اي فاوند ذا بوك، انا لقيت الكتاب، فقلت انا ايه؟ بوك بوك اللهم صل على النبي، ده اسم غير عاقل لما اخد له ويتش. قعدت ادور في الاجابات على ويتش، لقيت مكتوب هو ووير ووين، بس ما فيش ويتش. خلاص ما فيش ويتش، خد ذات. لقيت خالد، قلت خالد اللهم صل على النبي هو، ما فيش هو، خد ذات. ما هي الذات دي بتتحط مكان اسم عاقل او غير عاقل. طب افرض بقى يا برنس لقيت في الاجابات هو وذات، يعني مكتوب عمر فقلت عمر ده عاقل اخد له هو، لقيت فيه هو ذات. لو في كوما اجباري هو، لو في كوما اجباري هو. ما فيش كوما يبقى ينفع هو ينفع ذات. لا هو بيقول لي اختار بين الاثنين، لا خد هو بقى، خد الاصليه. بس خد بالك بقى، في كلمات في الانجليش غصب عنك تاخد فيها ذات، ورجلك فوق رقبتك تاخد ذات، هي ما بتاخدش الا ذات. وقعد يقول لي لو في كوما، لو في 500 كوما خد ذات. عايزك تمسك قلمك وتكتب الكلمات دي معايا، الكلمات اللي لازم تاخد ذات. صم ومشتقاتها. يعني ايه صم ومشتقاتها؟ someone، اوعى يجي لك كلمه someone تاخد هو، لا someone that. something that. any ومشتقاتها anyone و anything، يبقى someone that، something that، anyone that، anything that. every ومشتقاتها everyone و everything. no ومشتقاتها no one و nothing، يبقى someone something anyone و anything everyone و everything no one و nothing. all، ما تقولش all which I need، قول all that I need. اي adjective، اي صفه superlative. يعني ايه superlative؟ يعني اي صفه اخرها est، يعني اقول لك the best that I can do. الترقيم، الارقام زي كلمه the first بيجي معاها to والمصدر او that، ماشي الكلام. معنى كده لما يقول لك ايه everyone that مش everyone who، something that مش something who او which، ماشي الكلام. كده انا فرقت بين الهو والهوم والويتش والذات. قبل ما اكمل في الدرس ده، لا احنا هنوقف عند الدرس ده، هناخد الحته دي كده ونقعد نحل عليه حبه. يعني نحل على الهو والويتش والذات دي، نحل حبه حلوين كده. يلا هتمسك قلمك في ثواني، في ثواني هنخلص ان شاء الله، ما تقلقش. ان شاء الله 70 80 90 جمله هتلاقي نفسك خلصت بسرعه، ما تقلقش. يلا بينا. اول سؤال بيقول فاطمه وون ذا برايز، فاطمه فازت بالجائزه. نوع سربرايز دي ادهشني. ايه اللي ادهشني؟ فوزها، مش هي. يبقى وده ادهشني، يبقى هنا بنعود على الجائزه بالاجابه which. The children not were playing football broke. العيال اللي كانت بتلعب كسرت، يبقى النقط بتعود على العيال، يبقى الاجابه هو. سهل اهو، اصبر شويه. The books not are on the table are mine. الكتب اللي على الترابيزه بتاعتي. books اسم شيء، يبقى الاجابه which. طبعا اسئله سهله اهي. يلا بينا بس اصبر شويه عليا. تعالى بقى نمشي مع بعض. دي جمله بتقول these days هذه الايام women النساء have as good education بتتعلم as men. women النساء have good education بتاخد تعليم as men زي الرجاله. واحد اهبل لا مكتوب من يقول لك من الرجاله عاقل باذن الله. لا الرجاله مش عاقل ولا ما تقلقش، بس اصبر شويه. اسال امك هتقول لك مش عاقل، بس خليك معايا.
women have as good education as men. الرجاله بتتعلم زي الستات. I think is a good thing. وهذا شيء جيد. الشيء الجيد هنا النساء يا واطي ولا الرجاله ولا التعليم؟ لا اكيد التعليم. يبقى هو بيقول لي شيء جيد يبقى اكيد بيتكلم على التعليم. الاجابه ويتش. يبقى مش عشان لقيت كلمه من، لا انا هنا بتكلم على التعليم. الاجابه ويتش. ماشي. واحده كمان. Yesterday I played a long game of tennis. امبارح لعبت تنس with my brother. مع الواد اخويا. نقط made me tired. خلاني مرهق. ايه اللي خلاني مرهق؟ اخويا؟ لا اللعب. يبقى الاجابه النقط بتعود على اللعب. يبقى الاجابه ويتش. ماشي الكلام. حلو كده بدانا نفهم. The person الشخص نقط does most of the cooking in my house. person الشخص اللي بيعمل اكل. يبقى انا بتكلم عن الشخص. يبقى الاجابه هو. ماشي الكلام. حلوه دي. I have been reading about famous women. انا بقرا عن النساء. نقط. اوعى بقى لي ايه خلاص كده النقط. اصبر، لانك لو فكرت كده هتقول women عاقل. ناخد هو. كمل قرايه. يقول لي I have been reading. انا بقرا عن النساء. نقط I have found interesting. شيق. ايه اللي شيق؟ القرايه. يبقى الاجابه which. لا مش النساء يا واطي. الاجابه which. محمد صلاح نقط very famous. لو انا قلت محمد صلاح ده عاقل هتبقى الاجابه هو. طيب فيمس دي ادجكتيف، وانا المفروض اقول محمد صلاح الذي مشهور. ايه القرف ده؟ المفروض اقول محمد صلاح الذي يكون مشهور، فلازم تبقى هو از. يبقى هو از لتر دي، عشان فيمس دي ادجكتيف صفه لازم نحط قبلها فيرب تو بي. ده انسبكتور. ده انسبكتور ده المفتش. ده بني ادم. ده عاقل. اي هاد لانش. لو انا فكرت قلت ايه انسبكتور دي مفتش، اقول المفتش الذي اتغديت. ايه ده؟ يعني انا اتغديت المفتش؟ اللهم صل على النبي. اكيد لا. انا عايز اقول اتغديت معاه. يبقى معاه دي with whom. ليه with whom؟ لان المفتش ده عاقل فياخد يهو يهوم. طب هوم لو في حرف جر لازم اختار هوم. يبقى الاجابه with whom. we didn't recognize the people we were looking. بص الجمله الحلوه قوي دي. we didn't recognize the people ده اسم عاقل. يبقى which غلط. in whom صح. at that ماشي. at whom ماشي. اروح بص على كلمه look يعني ينظر. فكريني كده. ينظر الى اسمها look at. تبقى at whom. وقال لي طب ما at that اهي. ما انا قلت طالما اسم عاقل وفي حرف جر، ما دام اسم someone عاقل وحرف جر تبقى الاجابه whom. the boy next to me. الولد اللي قاعد جنبي in my class is very clever. اللي قاعد جنبي تبقى who is sitting. مفيش والله who is sitting. طب انا قلت لك طالما جايب لك اسم شخص وراه نقط يبقى ناخد ing او pp او حرف جر او جمله كامله. الولد هو اللي قاعد. الجمله اكتف يبقى sitting بس ing. do you know anybody؟ قلنا anyone و anybody و any اي حاجه. that someone something و anyone و anything و everyone و everything. that دينا won the prize. دينا فازت بالجائزه. نقط سربرايز دي مين ادهشني؟ ايه اللي ادهشني؟ فوزها بالجائزه. يبقى انا بتكلم على الفوز. يبقى الاجابه ويتش. الجمله الجايه دي متكرره. we didn't recognize the people we were looking. لسه واخدينها من شويه اللي هي at whom. looking at. تعالى كمان. I can't remember the person. انا مش فاكر الشخص. I took the money. المفروض اقول انا مش فاكر الشخص الذي اخذت الفلوس. لا الذي اخذت منه الفلوس. منه. من دي ليها from. تبقى from whom. تبقى from whom. The bookstore didn't have the book. ما عندهمش الكتاب اللي انا محتاجه. الاجابه الصح which I wanted. which I wanted. لا والله ما فيش which I wanted. يعني ما فيش اللي انت عايزه. يبقى تدور على ing او bb او حرف جر او جمله كامله. في ing بس ing بتيجي في الاكتف. هو الكتاب هو اللي عايز؟ لا هو اللي متعاز. يبقى الاجابه I wanted بس جمله كامله. The sentence that shows that أحمد has only one book. عايز جملة يكون معناها إن أحمد عنده كتاب واحد بس. ما دام عنده كتاب واحد بس يبقى الكتاب اللي على الترابيزة بتاع أحمد. يبقى الكتاب ده بتاع أحمد وخلاص. يبقى اللي على الترابيزة دي مش تفرق لأنه أصلا كده كده ما عندوش غير كتاب واحد. يبقى إجابة لتر سي. The man in the garden is my uncle. الراجل اللي بيشتغل في الجاردن عمي. اللي بيشتغل في الجاردن يبقى who is working. لا مفيش who is working. بس في حاجة تانية ing working بس. الله عليك.
This is the picture، دي الصورة اللي أنا رسمتها تبقى which we painted. في which we painted it، اوعى تختار which و it مع بعض. في painting، هي الصورة ترسم ولا تترسم؟ هي اللي بتترسم، يبقى لازم اختار البي بي التصريف الثالث، يبقى الإجابة painted بس. يبقى طالما الجملة مبنية للمجهول بس بختار تصريف ثالث. ده جزء هناخده في الدرس لوحده دلوقتي. Where can I find the book؟ أنا عايز الكتاب اللي بيحكي عن الجلوبال وورم. الكتاب هو اللي بيحكي عن الجلوبال وورم، مش هو اللي بيتحكي، يبقى ING تبقى telling. Yesterday I played a long، امبارح لعبت تنس مع أخويا. النقط made me very tired، ده خلاني مرهق. إيه اللي خلاني مرهق؟ اللعب، يبقى which. The sentence that shows that أحمد has only one friend، يعني الجملة اللي بتقول إن أحمد عنده صديق واحد بس، يبقى لازم نختار الجملة اللي قبلها كوما وبعدها كوما، اللي هي letter B، صح كده؟ أهي خالد the friend، هي المفروض خالد مش أحمد. who is a teacher كوما travel، تبقى الإجابة letter B. Which of the following sentence is correctly structured؟ ده عايز جملة تكون متركبة صح. The dress which she bought last week was very expensive. The dress she bought it، لا ما ينفعش نحط which و it مع بعض، يبقى دي غلط. The dress she bought it برضه في it، ما ينفعش dress و it مع بعض، دي غلط. The dress buying، لا الفستان بيتم شراؤه مش هو اللي بيشتري، يبقى آخر واحدة غلط، يبقى إجابة letter A. The dress which she bought last week was very expensive. His mother wants him to be an engineer. أمه اللي بتساعده عايزاه يبقى مهندس. أكيد ما عندوش غير أم واحدة. طالما عنده أم واحدة يبقى لازم الجملة بتاعت اللي بتساعده يتحط قبلها كوما وبعديها كوما. أمه اللي بتساعده عايزين قبلها كوما وبعدها كوما، اللهم صل على النبي. ذات ما بتاخدش كوما، يبقى أهي هو helps him with math، أهي أدي كوما أهي وأدي كوما أهي، لتر سي. اوعى تكون بتفكر عنده كام أم. I have helped the man over there، أنا ساعدت الراجل اللي واقف هناك ده. He is wearing a brown jacket، لابس جاكيت براون بني. This means the same as، ده معناه إن أنا ساعدت الراجل أبو جاكيت بني، يبقى ممكن نخليها I have helped the man with brown jacket. man وحرف جر، صح. I helped the man wearing اسمه ING، صح. I have helped the man whose jacket برضه صح، يبقى all of the above كله صح. The professor too، اروح انا اقول لنفسي بروفيسور ده اسم عاقل، اسم العاقل بياخد هو، بس قبل النقط في تو ده حرف جر. اسم شخص حرف جر هم، اسم شخص حرف جر هم، يبقى الاجابه هم. The engineers المهندسين each of نقط each of engineers عاقل، يبقى الاجابه هو، بس of دي حرف جر يبقى الاجابه هم، حرف جر اسم شخص هم. Which sentence is correct؟ The scientist who was discovered، لا المفروض تبقى who discovered. The scientist who laboratory، ايه هو laboratory؟ laboratory دي معمل. The scientist whose laboratory هي دي. ايه ده بقى؟ دي whose هناخدها كمان شويه. scientist ده اسم، laboratory ده اسم. دايما النقط ما بين اسمين، اسم المالك والمملوك بتبقى الاجابه whose، يبقى الاجابه لتر سي. هتاخدها دلوقتي حالا. Which sentence is correctly uses whom؟ عايز جمله اكون مستخدم فيها whom صح. The girl whom won، هي جيرل دي فاعل، المفروض ما تاخدش whom، تاخد هو، يا واحده دي غلط. The lawyer whom I consulted gave me excellent advice. The engineer whom designed، engineer ده فاعل برضه ما تنفعش. The athlete whom scored برضه فاعل. whom بتيجي مع المفعول. انا استشرت المحامي، انا الفاعل يبقى المحامي المفعول، يبقى الاجابه لتر بي، لان whom هنا بتعود على المحامي وهو الاوبجكت. In which sentence is that required؟ عايز جملة نكون محتاجين فيها that. My uncle that lives in Aswan، بص هنا في كوما وكوما، is a doctor. The school in that I studied is old. He was the only player that scored twice. My friend to that I wrote a reply in. هتاخد بالك ان هنا في كوما ما تنفعش. only زي every وزي no زي مش عارف ايه، كل دول بياخدوا that، يبقى he was the only one that، the only thing that، the only player that، يبقى الإجابة لتر سي. واحدة كمان، كنا بنحل على الهو والويتش بس. خلاص هنروح بقى لحاجة جديدة اسمها الهوز. ايه الهوز دي؟ الهوز دي كلمة تحل محل بوسيشن. بوسيشن يعني ملكية. كلمة بوسيشن جاية من بوسيس يعني يملك.
اعرف منين ان الاجابه هوز؟ بصوا كده، اول ما تلاقي المنظر ده، اول ما تلاقي نقط وتلاقي قبل النقط نون اسم وبعد النقط نون اسم، بس بشرط يكون الاسم اللي قبل النقط اسم الاونر، اسم المالك، واللي بعد النقط اسم البوسيسد، يعني اسم المملوك. انا بين المالك والمملوك بختار هوز. بص هوز دي عامله كده، ما دام جايب لك نقط قبلها اسم وبعدها اسم، قبلها نون وبعدها نون، وهنا في نقط، اجابه هوز، بس بشرط يكون ده المالك وده المملوك. يعني يقول لك خالد نقط هاوس، طب البيت بيت خالد، يبقى الاجابه هوز. ذا كات القطه نقط ايز، العين عين القطه، يبقى الاجابه هوز. ذا نوفل نقط كاركتر، القصه اللي الشخصيه بتاعتها، الشخصيه بتاعت القصه، يبقى الاجابه هوز. دايما جاي ما بين اسمين. يعني هنا مثلا مكتوب ايه؟ بص كده، I will visit علي نقط لج، علي ولج، ما هي الرجل دي رجل علي، يبقى الاجابه هوز، علي هوز لج. I like Egypt نقط weather، Egypt وweather الطقس بتاع مصر، يبقى الاجابه هوز. I like the novel نقط writer، الكاتب بتاع القصه، يبقى الاجابه هوز. I like the cat نقط eyes، يبقى الاجابه هوز. بس خد بالك بقى، في هوز تاني بتتكتب كده، بتتكتب هو ابوستروف اس، دي مش هوز، دي هو از، دي هو از اللي بيه وراها ان جي لو فاكر. يبقى الهوز دي كلمه تحل محل بوزيشن ملكيه، امتى اختارها؟ لما يكون قبلها اسم بعدها اسم. قال لي استخدم هوز، يعني مثلا قال لي ايه؟ I will visit علي because his leg was broken، هزور علي عشان رجله اتكسرت. اروح حاطط الهوز ما بين علي وما بين ليج، يعني نقول كده I will visit علي whose leg was broken. لو جربنا نحل عليها كده الحته الصغنططه دي، اقول لنفسي ايه؟ دكتور عيشه نقط فاذر، اروح قايل لنفسي كده عيشه وفاذر، ابو عيشه، يبقى عيشه وابوها والنقط جايه في النص، يبقى الاجابه هوز. ده وومن نقط صن، الست اللي ابنها، وومن وصن، الواد ده ابن الست دي، يبقى دي ملكيه، يبقى الاجابه هوز. بص بقى اللي جايه، برضه مكتوب ذا وومن نقط كراينج، لا كراينج ده ان جي. طب انا جايب لي اسم وبعد الاسم اي ان جي، خد نو وورد، مفيش نو وورد، خد هو از، اللي هي دي بقى، اللي هي هو ابوستروف اس، دي كده اختصار هو از، اللي بيجي دايما بعديها اي ان جي او بي بي او حرف جر. طه حسين نقط وركس، طه حسين والاعمال، طه حسين ده المالك والاعمال دي المملوك اللي بيملكه، يبقى الاجابه هوز. كوين فيكتوريا نقط ايج، ايج ده العصر، العصر بتاع الملكه فيكتوريا، يبقى الاجابه هوز. خالد نقط فيزا اندد، خالد والفيزا، الفيزا بتاعت خالد، يبقى الاجابه هوز. ده بيلدينج نقط انترنت، انترنس ده المدخل، المدخل بتاع المبنى، يبقى الاجابه هوز. يبقى الهوز دي دايما بختارها ما بين اسمين، اسم المالك والمملوك. مش هتحل عليها الرايت، انا هحل الرايت دلوقتي، بس اصبر خلص بس اللي تشوزه ونخلص. ماشي، نروح بقى لحبيبتي حبيبه قلبي وقلبك وير. نشرب بق ميه صديقي العزيز، صديقتي العزيزه. والدرس ده مش هينفع يتحل بطريقه قلبك بيقول لك ايه. يعني في طلبه بتلاقي جمله صعبه تقول لك قلبي هيقول لي ايه، شوف قلبك بيقول لك ايه. لا مش هيجي كده، لازم بالفهم. بق ميه جميل، يلا بينا صديقي، يلا بينا صديقتي، ناخد وير. اول حاجه، يعني ايه وير بالعربي؟ يعني اين. والله ربنا يهدك يهبل، دي ضمائر وصل، مش معناها اين ومتى، هنا معناها حيثما. اي هي زي ما انا نطقتها كده، اسمها حيثما، ودي بتشير لمكان. الوير بتحل محل بليس، بتحل محل مكان. وير دي بنحطها عشان نشير لمكان. فانا مثلا جت جمله بتقول ايه؟ I like London I was born there. بص الجمله، I like London I was born there، انا بحب لندن اتولدت هناك. لو انا حذفت كلمه there وقلت I like London where I was born، صح. طيب لو خدنا جمله بتقول مثلا I went to the butchers، butchers، بص بقى كلمه بوتشر بس ده الراجل الجزار، وده عاقل بياخد هو. طب دي بوتشرز ابوستروف اس، الابوستروف اس دي معناها ان ده محل الجزاره. عشان كده لو انت فاتح محل حلاق ما تكتبش بربر، تكتب بربر ابوستروف اس زي ماكدونالدز. يبقى انا فتحت خالد اسميه محل، اسميه ايه؟ خالدز.
الابوستروف اس دي معناها محل الجزاره، يبقى ده يعتبر مكان ياخد وير. يعني مثلا اقول لك اكتر، دكتور، دكتور ده دكتور عاقل، اسم عاقل ياخد هو. طب لو مكتوبه دكتورز يبقى دي عياده الدكتور، ده مكان ياخد وير، يبقى الوير بتحل محل مكان. حلو الكلام. عايزك بقى تصلي على النبي كده وتركز وبص على الكام جمله انا هكتبهم دول. لو انا كتبت لك I like كايرو، وكتبت لك كمان I like كايرو، وكتبت لك كمان I like كايرو، 3 اهو. هنا مكتوب I like كايرو نقط I live، وهنا مكتوب I live in، وهنا مكتوب is fantastic. 3 جمل، والثلاث جمل مكتوب فيهم I like كايرو. ماشي الكلام. هنا مكتوب كايرو، هنا مكتوب كايرو، هنا مكتوب كايرو. عيل خايب يقول لك كايرو دي مكان يا برنس ناخد وير. لا اصبر. اول جمله بتقول اي لايك كايرو نقط اي ليف، اروح انا اقول لنفسي كلمه كايرو دي مكان، فالاجابه تاخد وير، فتبقى اي لايك كايرو وير اي ليف، صح. تاني جمله مكتوب اي لايك كايرو نقط اي ليف ان، زود حرف الجر ان. قال لك لما نجيب لك اسم مكان ونجيب في الجمله حرف جر ما بناخدش وير، بناخد ويتش. ما دام الجمله فيها حرف جر يبقى الاجابه ويتش، يبقى اسم المكان بياخد وير، بس لو جاب لي اسم مكان وحرف جر باخد معاها ويتش. طب تعالى تاني، I like كايرو برضو نقط is fantastic. كايرو is fantastic، كده انا بوصف القاهرة. قال لك لما نجيب لك اسم مكان وتلاقي الجملة فيها وصف برضو خد ويتش، وينفع ذات على فكرة، ان ذات بتساوي ويتش. معنى كده انا عايزك تكتبي عندك وتكتب عندك ان لما نجيب لك اسم مكان ونلاقي الجملة فيها وصف او حرف جر فيها description او preposition بتبقى الاجابه ويتش. ما دام جايب لي اسم مكان وفي حرف جر او وصف يبقى اجابها ويتش. طب لو ما فيش وصف ولا حرف جر مش عايزك تشتم، صلى على النبي. احنا بناخد حاجه اسمها الوير، والوير دي بتحل محل مكان. خلاص تمام، امين يا عم. لو جاب لك اسم مكان يعني جاب لك ايجيبت ولقيت في الجمله في حرف جر يعني ان او اون او ات، خد ويتش. ماشي. ولو في وصف يعني قال لك مصر دي فانتاستيك، مصر دي تقع في افريقيا، خد برضو ويتش. ماشي. طب افرض بقى مفيش ولا حرف جر ولا وصف، ما تزعلش مني، بس الاجابه تنفع وير تنفع ويتش. ايه ده بقى؟ تعالى عايزك تصلي على النبي كده. This is the school, this is the factory, this is the school, this is the school, I like London, I like London, I like London. نمشي واحده واحده. هنا مكتوب This is the school، انا لقيت نفسي جاي لي كلمه سكول، قمت قلت لنفسي ايه؟ سكول ده مكان، وخالد قال لي المكان بياخد وير. لا اصبر عشان ما ابوظش الدنيا. لو لقيت الجمله فيها وصف او حرف جر خلاص، لو الجمله فيها وصف او حرف جر لازم الاجابه تبقى ويتش. لو في وصف او حرف جر لازم تبقى الاجابه ويتش. طب ما فيش ولا وصف ولا حرف جر، يبقى هتلعب اللعبه اللي انا هقولها لك دي عشان تعرف الاجابه. هنا الاجابه تنفع وير وتنفع ويتش. الاجابه تنفع وير وتنفع ويتش. طب انا اعرف منين بقى؟ يعني سكول دي تمشي الاثنين؟ تمشي الاثنين. لو في حرف جر وش خد ويتش، ولو في وصف برضه خد ويتش. طب افرض مفيش ولا حرف جر ولا وصف، يبقى انت هتختار لي ما بين وير وويتش. ايوه مين بقى؟ اسمع اقرا كده مكتوب This is the school نقط I work. هبص على الحته دي اللي هي كلمه I work. I work يعني انا بشتغل. لو انا هنا كده في الحته دي كتبت كلمه سكول، يعني قلت ايه؟ انا بشتغل مدرسه. بالعربي انا بشتغل مدرسه بالعربي. ينفع؟ يعني ينفع بالعربي تقول انا بشتغل مدرسه؟ لا، الجمله دي ما تنفعش. لو لقيت ان الاسم ده لو اتحط في الاخر والجمله مش لايقه يبقى تختار وير على طول. طب تعالى على اللي بعدها كده. This is the factory، ده المصنع نقط ذي روبد. فاكتوري مصنع نقط ذي روب. روب يعني سرقوا، هم سرقوا. لو انا كتبت هنا كلمه مصنع، انا قلت كده هم سرقوا المصنع. بالعربي الكلام ده ينفع؟ يعني الجمله صح بالعربي؟
هم سرقوا المصنع، تنفع، يبقى الاجابه ويتش. ايه بقى اللعبه القذره دي؟ والله ما هتعرف تحلها غير كده. تعالى تاني. This is the school برضو، ماشي. نقط I learn يعني انا بتعلم. ينفع بالعربي اقول انا بتعلم مدرسه؟ انا بتعلم مدرسه؟ لا، وحشه. يبقى خد وير، يبقى الاجابه وير. طب اللي بعدها This is the school برضو. نقط they painted يدهن. they painted هم دهنوا المدرسه. حلوه، يبقى الاجابه ويتش. يبقى لو انا حطيت الاسم في اخر الجمله، لقيت الجمله ماشيه حلوه كده، خد ويتش. لقيت الجمله لا مش لايقه، خد وير. طب واحده كده حلوها لي انتوا. I like London نقط I live. لندن I live، انا بعيش لندن. وحشه، يبقى الاجابه وير. طب I like London نقط is fantastic، ده وصف. طب ده وصف، احنا قلت الوصف بياخد ايه؟ الوصف بياخد which. I like London in نقط، in ده حرف جر يبقى برضو in which. ماشي الكلام. واحد يقول لي صعب الموضوع ده. انا هقول لك على حاجه، اسهل حاجه في الدنيا اضحك عليك. يقول لك ايه؟ ولا لما تلاقي اسم مكان خد وير، ولما تلاقي حرف جر خد ويتش. موضوع محتاج تركيز ومحتاج فهم. يعني دلوقتي انتوا بداتوا شايفين ان نوعيه الاسئله ممكن تكون انت خدت الدرس ده قبل كده، بس الحوار لا، الحوار مختلف. احنا عايزين ناس بتفكر. واحد يقول لا يا عم انا عايز مدرس كده يديني لما تلاقي دي تاخد دي. اعمل كده، وال100 درجه انساهم، لان الحوار كله معتمد على دماغك. طب هل هو الموضوع متعب؟ طبعا. طب هل هيفيدني؟ جدا. يعني دماغك دي هتتطور جدا جدا، لانك هتبدا تشوف الحاجات بشكل تاني. تبدا تقول ايه، لا انا كان الموضوع كنت بتعلمه غلط. انا وبيني وبينك انت حاسس ان ده صح. يعني انت حاسس ان الحوار ايه؟ لا الحوار فيه فهم. وده جايب لي بيقول لي الكومه بتتحط فين. طب لو انا عايز اضحك عليك هضحك عليك. انت هتقول ده وتلاقي الملزمه الاسئله كلها تافهه، والقواعد كلها لما تلاقي كذا خد كذا، بس في الاخر خالص انت اللي هتشيل الليله. عشان كده بقول لك من دلوقتي انت قدامك سنه محتاجه شويه شغل، بس في الاخر خالص هتطلع بنتيجه حلوه ان شاء الله. طيب ناخد وين بقى. وين دي بتترجم عندما، ودي بتحل محل تايم، يعني بتحل محل زمان. فانا لما اقول مثلا اي لايك فرايداي بحب يوم الجمعه، وي ميت اون ذات داي بنتقابل في اليوم ده. هل يشيل انا كلمه اون ذات داي واقول كده اي لايك فرايداي وين وي ميت بس ما اقولش حاجه تاني. اي لايك سمر وين وي ترافل، عشان اوصل لك. انا من شويه خدت ان الوير بتحل محل مكان، ودلوقتي بقول لك ان الوين بتحل محل زمان. طب انا كنت قايل لك من شويه ان اي اسم مكان لو جبت لك معاه حرف جر او وصف باخد ويتش، صح؟ واي اسم زمان كمان. يعني ايه؟ يعني كلمه فرايداي دي، فرايداي بتاخد وين. طب انا حاطين معاها حرف جر، خد ويتش. يبقى انا ممكن اعمل لك قاعده كده في الانجليزي بتقول ايه؟ اي مكان او اي زمان مع حرف جر او وصف الاجابه ويتش. اي مكان او اي زمان مع preposition حرف جر او description وصف الاجابه ويتش. طب عايزك تحل كده تعمل معايا. I like رمضان not I fast، بحب رمضان اللي بصوم فيه. هنا ولا في حرف جر ولا وصف، يبقى الاجابه وين. طب I like رمضان not is the 9th month of the year، هو الشهر التاسع من السنه. كده انا بوصف رمضان انه الشهر التاسع، يبقى الاجابه ويتش. طب I like رمضان in نقط، in ده حرف جر، يبقى الاجابه برضه ويتش. طب هو ممكن يسالني على حرف الجر، يعني ممكن يقول لك اختار in ولا on ولا at عادي. طب انا اختارهم ازاي دي بقى؟ زي ما كانت قبل ما دي بتديك وانت في ابتدائي. in on at شهور ايام ساعات. in تختارها لو جايب لك شهر، يقول لك رمضان تبقى in which، او سنه او دوله او مدينه. on بتختارها لما يجيب لك يوم، يعني قول فرايداي on which. at لما نجيب لك ساعه او مكان صغير زي السينما والمسرح. فممكن يجي اخر السنه يقول لك ايه، رمضان ياخد اون ويتش ولا ان ويتش، يقول لا رمضان ده شهر ياخد ان ويتش. فرايداي يوم الجمعه، ولا لا يوم الجمعه ده يوم ياخد اون ويتش. 5 o'clock لا ده ساعه ياخد ات ويتش. ماشي الكلام. بعد كده خدنا الوات، والوات دي بتوصف فيرب، دي الوحيده اللي بتوصف فيرب. فتقول مثلا I like what you said، I saw what you bought،
what دايما بيجي قبلها verb وبعدها verb. اقول لك اهو I can't understand what he said. يبقى الوات دي الوحيده اللي بيجي قبلها verb مش اسم، كلهم بيجوا قبلهم اسم. why للسبب. يعني ايه للسبب؟ يعني انا اقول لك مثلا ايه I don't know، انا ما اعرفش why he is angry، هو غضبان ليه. can you give me the reason، اديني السبب why she is late. طب لو انا قلت لك مثلا I know why he arrived late، يبقى why دي بنستخدمها للسبب، زي ما اقول لك كده he arrived late that's why he was punished. the reason why he was angry. اشهر كلمتين ليها that's why و the reason why. في كمان حاجه اسمها the reason for which. ماشي الكلام. عايزين بقى نحل شويه على الوير والوين دي بالذات. يلا بينا. أول سؤال بيقول دكتور عيشة used to go with him to meeting. meetings دي مكان والمكان بياخد وير. طب وينفع المكان كمان ياخد which لو في حرف جر؟ هنا في حروف جر يبقى لازم اختار at which. at which لأن الميتنج دي مكان صغير، الدول والمدن بتاخد in. بص الجملة الحلوة she went to Cairo University. بص بقى قول لنفسك إيه؟ كايرو يونيفرسيتي جامعة القاهرة ده مكان. لو في وصف هاخد which؟ مفيش. لو في حرف جر هاخد which؟ مفيش. يبقى الإجابة تنفع وير وتنفع which. نلعب اللعبة بتاعتنا. she studied، هي بتدرس. قول لنفسك كده هي بتدرس جامعة. وحشة، يبقى الإجابة وير. دكتور عيشة wrote many articles. articles يعني مقالة، أي حاجة بتتكتب زي كلمة بوك كتاب وكلمة نوفل قصة بتاخد in which. ما دام حاجة بتتكتب تقول in which. قلنا الأيام بتاخد on. كوين فيكتوريا، بص الجملة دي بتقول كوين فيكتوريا's husband برنس ألبرت died in 1861 after نوع. كلمة after بتتعامل معاملة حرف الجر. after بتعامل معاملة حرف الجر وبيفور بتعامل معاملة حرف الجر، يعني تقول after which كأنه حرف جر بالظبط. The town not I was born is in the north of Egypt. In the town I was born. نلعب اللعبة. I was born أنا اتولدت مدينة. إيه أنا اتولدت مدينة دي؟ تبقى وير. لا والله ما فيش وير. أيوه بس في which، بس لازم أقول in which. 1837 was the year سنة، والسنة دي تعتبر زمان والزمان بياخد when. My sister went to London University not studied. يلا نلعب اللعبة. أختي بتدرس جامعة. لا ما ينفعش، مش حلوة، يبقى الإجابة where. My sister went to London University. London University ليها تاريخ كبير، كده أنا بوصف الجامعة. الوصف which. الوصف ياخد which. It is the story. story قلنا القصص والأفلام والمسرحيات وأي حاجة بتتكتب بتاخد in which. She asked me where I had been. سألتني كنت فين. I replied. هو بيسألني على حرف الجر بتاع reply. reply بتاخد حرف الجر to، تبقى reply to. She says she is busy not he really means يعني يقصد. بالعربي اقول يقصد في ولا يقصد بي. عايز اقول يقصد بذلك، بي اللي هي بواسطة، اللي هي by which. They said something very cruel. I think they should apologize. apologize يعني يعتذر. حد فاكر apologize حرف الجر ايه؟ apologize for which. بعض اللي مدمين دم ثانوية من القديم. Women's Day an important event. هنا بوصف اليوم، بقول ان important event، طالما وصف يبقى الإجابة which. Alexandria my mother was born. أمي اتولدت اسكندرية. وحش، إيه أمي اتولدت اسكندرية دي؟ يبقى ده كده مكان ياخد وين؟ بص الجملة الحلوة. You can visit me at home. تقدر تيجي تزورني في بيتنا. عيل خايب يقول لك إيه؟ هوم ده مكان ياخد وير. يهبل. يقول لك تيجي تزورني في بيتنا مكان ما تحب ولا وقت ما تحب؟ لا وقت ما تحب. ايه مكان ما تحب؟ يجي لي في البلكونه يعني؟ لا، هي وقت ما تحب. بتكلم عن whenever. whenever. I went to the barbers. ده مش بربر، ده بربرز، يبقى ده محل الحلاقه، يبقى وير مكان. The company not he works. الشركه اللي he works هو بيشتغل. ينفع اقول هو بيشتغل شركه؟ لا، يبقى وير. I still remember the day يوم. احنا قلنا الايام بتاخد on at شهور ايام ساعات. You should take your needs not you travel. خد الحاجات اللي انت عايزها اي مكان تسافر، يبقى wherever you travel.
The house I was born. أنا اتولدت منزل. يبقى الإجابة where. طب ما تنفع in which؟ لأن المنزل ده ينفع يبقى where لأنه مكان، وin which عشان حرف جر، يبقى الإجابة B and C. This is the house not I live. ده البيت اللي أنا اتولدت فيه. هنا بقى مفيش where بس في in which. This is the house I lived in. in ده حرف جر، هو حاطط لي in بقى، هو حاط حرف جر اصلا، يبقى الاجابه which بس. يبقى الاجابه which بس. I still remember the day not I received my first paycheck. هي الداي ياخد ده زمان، يبقى ياخد when. وبعدين ما في in which، لا ما اليوم بياخد on بقى، دي in. London is on the river Thames. بيوصف لندن على نهر الثيم. طالما بوصف يبقى which. طالما بوصف يبقى which. I couldn't decide ده verb. الفيرب بياخد حد فاكر؟ what. Egypt بيقول لي ان مصر is in Africa. كده بيوصف مصر. الوصف ياخد which. الوصف ياخد which. My friend has bought a new t-shirt not of cotton. التي شيرت مصنوع من القطن. المفروض تبقى which is made. مفيش which is made بس في حاجة تانية. made بس. لما قلت لك لما بنحذف ضمير الوصف بنحط البي بي في حالة البس. Friday we always play football. هي Friday ده يوم، واليوم بياخد when we always play football. صح، بس كمان ينفع ناخد on which لأن اليوم ينفع ياخد when أو on which. يبقى الإجابة A and B. I asked خالد. بسأل خالد هو غضبان مين ولا هو غضبان ليه؟ ليه دي اللي هي why، عن السبب. طب I asked خالد not made him angry. made ده verb اللي بيوصف فعل what made him angry. I went to the barbers. barbers بص بقى كده، هكتب باربرز 3 مرات، الجمله اتعاد 3 مرات اهي. هنا مكتوب باربرز، والبربر ده اسم مكان، يبقى المفروض ناخد where. هنا مكتوب I went to the barbers بس حاطط في اخر الجمله at ده حرف جر، كده في مكانه حرف جر، يبقى المفروض ناخد which. هنا مكتوب this is the barber. barber ده الحلاق نفسه، الراجل الحلاق نفسه، ده كده عاقل، يبقى الاجابه هو. Nobody could explain not the experiment to produce unexpected results. بيقول لي محدش عرف يفسر ليه التجربة طلعت إجابة غير متوقعة. ليه؟ اللي هي why. The village my grandparents were born. هي my grandparents were born دي أبويا جدودي اتولدوا فيها، يبقى كده ده أكشن. ينفع أقول جدودي اتولدوا قرية؟ لا ما ينفعش، يبقى where. The reason for not the committee. The reason for not the committee اللي هي اللجنة postponed أجلت the meeting remains unclear. هي the reason لو جه وراها نقط من غير for بتاخد why. طب لو في بعدها يعني في for يبقى ناخد the reason for which the committee. ماشي. هناخد كام جملة ري رايت كده نحلهم سوا، يلا بينا. وناخد كام جملة find the mistake، يعني نشوف الراجل عامل معانا ايه في الفايند ذا ميستيك وفي الرايت ده. يلا بينا. اول جمله بتقول علي told me a tale I never heard about. دي سهله خالص. اولا about it هنحذف كلمه it وهنحط which، فهتبقى he told me a tale which I never heard before. علي can solve his problem he is very clever. عايزين هو، يبقى هنحذف كلمه he ونكتب علي هو، بس هبدأ بالجملة الثانية، يبقى أقول علي who is very clever. علي who is very clever can solve his problems. مارتي كوبر invented the mobile. طب مارتي كوبر invented the mobile عايز هو، هنا مديني جملة واحدة بس، فممكن أعمل إجابتين. ممكن أكتب كده it was مارتي كوبر who وكم بقية الجملة، وممكن أكتب مارتي كوبر is the person who invented the mobile. الاتنين صح. I was born here. here ناقصة إي زودولها إي، يعني أنا اتولدت هنا. عايز وير، فنقول عايز أقول بقى ده المكان اللي اتولدت فيه، فاكتب كده this is the place. This is the place where I was born.
I like the girl with the pink shirt. عجباني البنت اللي لابسه بينك شيرت. whose بتحط الملكيه، فلازم نقول كده I like the girl. I like the girl whose shirt. I like the girl whose shirt is pink. The man was annoyed his flat was robbed. برضه هنجيب ملكيه، الملك هنا الراجل والمملوك الشقه، فنقول كده the man whose flat was robbed is annoyed. The man whose flat was robbed is annoyed أو was annoyed. علي went to get the book I lent him it the day before. عايز يحذف it عادي، هو بيقول لي علي went to get the book I lent him it، هحذف it بحط مكانها which خلاص، بس احطها كده علي went to get the book which I lent him بس خلاص. وعلى فكره لو حذفت it من غير which صح، لان دي جمله كامله، يعني ممكن اكتب كده علي went to get the book I lent him على طول. We like Ramadan we fast in this holy month. عايز when، يبقى هنشيل ايه؟ هنحذف جمله in this holy month ونقول كده we like Ramadan when we fast بس. I still remember the day when we first met on which. عادي احنا هنحذف when ونحذف مكانها on which ونحط مكانها on which، لان when بتساوي which وحرف جر، فانا حذفت when وكتبت on which بس. Tell me what happened after the meeting ended. عايزين نستخدم the thing، فهنكتب tell me the thing which happened. tell me the thing، وthing ده اسم شيء، فتقول the thing which happened وتكمل بقية الجملة after the meeting ended. طيب عايزين نشوف الغلطة ونشوفها. أول واحدة بتقول the woman which teaches. لا woman دي ما تاخدش which، تاخد who، يبقى هنحذف which ونكتب who. The company that she works in is expanding rapidly. The company that she works in هي المفروض company دي المكان، وهنا ده مفيش ولا وصف ولا حرف جر، تبقى where. The athlete who is his coach. ما دام الهوز بتحط ما بين الملك والمملوك يبقى نكتب the athlete whose coach على طول، يعني نحذف his. This is the village which I grew up. هنا انا ما بوصفش القريه، يبقى المفروض تبقى where، ما تبقاش which. The teacher to that هي teacher ده عاقل وتو حرف جر، انا قلت اسم عاقل وحرف جر بياخد هم. حلو الكلام. عندي حاجه اسمها participle phrase، ودي اللي هنحذف فيها الهول ويتش، يعني هنكمل درس الهول ويتش، بس انا عايزك توقف هنا وتروح لي بقى دلوقتي على المحاضره التكميليه في نفس المحاضره بتاعتك دي، وقف الجزء ده وروح على المحاضره التكميليه نكمل الدرس ونحل شويه تاني عليه مع البارتيسيبل فريز. وهناخد كمان في المحاضره التكميليه ديت حل على الحته دي. بس قبل ما تقفل عايز اوريك حاجه بنعملها كل حصه اسمها الثلاث دقائق. الثلاث دقائق ديت متعودين عليها من سنين كتيره، ودي بتبقى حاجه ليك. هنشوف 3 دقايق النهارده اسمهم ايه. طبعا الجزء ده هيتشرح في التكميليه، هتروح معايا التكميليه دلوقتي، بس بعد ما تسمع ال3 دقايق بتوعك. لو عجبوك ال3 دقايق بتبعت لنا تقول لنا يا مستر كمل موضوع ال3 دقايق دول. لو حاسس ان هي حاجه رخمه اول ما تلاقيني بقول ال3 دقايق يبقى ما تسمعش. 3 دقايق النهارده اسمهم ايمن والعجوز والكوخ. ايه بقى الحوار ده؟ اولا 3 دقايق دي بتبقى حاجه حقيقيه بنسبه 100%، ودي بتبقى حاجه بنحكيها لكل الطلبه علشان نتعلم، مش عشان تبقى شايفني المدرس بتاعك بيدرس لك انجليش بس، دي بتبقى حاجه ليك لنفسيتك وهكذا. ال3 دقايق اللي هحكيهم دول حصلوا لي انا شخصيا، ودايما احب ابدا بيهم يعني باول 3 دقايق في السنه، ودي بتبقى حاجه يعني بنسبه 100% حاجه حقيقيه، يعني ما بتبقاش قصص من الخيال يعني. اسمهم ايمن، وهيعلموك حاجه حلوه جدا، وهم علمونا انا كمان حاجه كبيره جدا جدا جدا. ابويا الله يرحمه لما كنت في الثانويه قبل ما نبدا سالني سؤال وقلت له قال لي انت هتدخل علم ولا ادبي؟ قلت له انا هدخل علم ان شاء الله. وبعدين دخلت علمي، قعدت حصه حولت ادبي، ما سالنيش ليه. فالمهم رحت لابويا قلت له بقيت ادبي. قال لي طيب انا عايز اعرف الثانويه العامه في العموم يعني اعلى كليه عندكم ايه؟ قلت له اعلى كليه طب. قال لي جود. وقال لي كليه ايه؟ قلت له قال لي كليه حقوق.
قال لي طيب هتقول لك جمله وتمشي بيها عليها يعني على طول. قلت له ايه؟ قال لي ما يهمنيش تدخل طب ولا تدخل حقوق، انا يهمني حاجه تانية. قلت له ايه؟ قال لي تدخل حقوق وتبقى محامي ناجح، بس ما تدخليش طب وتبقى دكتور فاشل. قلت له تقصد ايه؟ قال لي يعني انا في الاخر خالص ما يهمنيش انت دخلت ايه، انا يهمني انت بقيت ايه. بمعنى ان انت ممكن تدخل، واحد صاحبك يدخل كليه كبيره جدا ويطلع دكتور فاشل، وانت تدخل كليه عاديه جدا وتطلع محامي ناجح، او تطلع محاسب ناجح، او تطلع مدرس ناجح، او تطلع اي حاجه. وهو دخل طب او صيدله او هندسه او اي حاجه وخرج منها وهو ولا حاجه. الموضوع ده خدته من ابويا واشتغلت على نفسي، وبعدين دخلت كليه انا حبيتها الحمد لله، والحمد لله بحاول انجح في مجالي وهكذا. حكايه ايمن ده ان احنا كنا في ثانويه عامه 3 اصحاب، انا خالد وصاحب لينا اسمه محمد وصاحب لينا اسمه ايمن. احنا الثلاثه كنا في ثانويه عامه في نفس السنه. انا كنت شخص منطقي جدا، يعني ما بدغدغش الدنيا في المذاكره، بس مش عيل مهمل، يعني مش عيل بايظ. يعني بذاكر، بعمل اللي عليا، بلعب رياضه، كنت بلعب كوره، وبخرج مع اصحابي وبعمل كل الحاجات طبيعيه. بس كان عندي ميزه اني اي حاجه فيها غلط ما بروحش فيها. يعني اصحابي يشربوا سجاير، عيني اشرب لوحدك بس انا بره الليله. احنا هننزل نلعب كوره، هلعب معاك بس اما اخلص المذاكره اللي ورايا. فكنت مجتهد، بس كنت كمان بعمل شويه حاجات عاديه زي اي شاب في الوقت ده. محمد ده كان عيل بايظ، بمعنى بايظ بمعنى كل ما تحمل كلمه بايظ من معاني. ما كانش بيفتح كتاب اي حاجه، لدرجه ان احنا في مره من المرات كنت انا ومحمد ماشي رايح يعني اصلي الجمعه، فمحمد ده قال لي راح فين؟ قلت له اصلي الجمعه. قال لي طب تعالى اما كده نشوف ايه الحوار، يعني اجي معاك كده شوف ايه صلاه الجمعه دي. وراح معايا، والله بحلف بالله احنا كنا قاعدين بنصلي، فكان المسجد اتملى، فحطوا لنا حصر كده بره في الشارع قعدنا عليه. محمد ده كان قاعد والخطيب شغال وكان بيعكس البنات، ده هو عيل بايظ. فده بايظ وما كانش بيفتح كتاب ولا ثانويه عامه دي كانت في باله اصلا، حتى المدرسه كان بيروح يعني كده اللي هو يشقر على الناس ويمشي. ايمن ده كان الدحيح بتاعنا. ايمن كان قايم نايم بيذاكر. يا ابني رايحين نلعب ماتش، لا ماليش فيه. يا ابني احنا خارجين، لا ماليش فيه. يجي العيد انا قاعد بس قاعد هو بيذاكر بس، ويقول لك وانا هطلع الاول على الجمهوريه وانا هعمل وي وي وي، ويعني مكسر الدنيا. دخلنا الامتحان، اكتشفنا اكتشاف ان رئيس اللجنه مش المراقب، رئيس اللجنه بتاعتنا اخو محمد. الاستاذ محمد مش اتوصى عليه. استاذ محمد كان بيجي له الامتحان بنموذج الاجابه. خلصنا الامتحانات وثانويه عامه، النتيجه ظهرت. انا الحمد لله ربنا كرمني وطلعت السادس على المدرسه، وكنت يعني الحمد لله يعني حاجه بالنسبه لي كانت حلوه جدا. ودخلت كليه كان نفسي فيها، كنت نفسي ادخل كليه تربيه، ودخلت تربيه وقسم انجلش، ده كان هدفي في الحياه. محمد طلع الرابع على الجمهوريه. حتى انا ساعتها قلت له الرابع على الجمهوريه اللي انت كان بيجي لك نموذج الاجابه؟ قال لي ما جابليش التعبير. يعني عيل بايظ بمعنى بايظ، بس طلع الرابع على الجمهوريه ودخل هندسه. ده الرابع على الجمهوريه. ايمن جاب 67% بعد كل الدحيح اللي احنا دحيناه دوت، وانا طبعا كنت هتجنن. رحت لايمن عشان اواسيه، فقلت له انت متضايق؟ قال لي لا. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا كنت بذاكر عشان انا مش شاطر. قلت له انت مش شاطر، امال مين اللي شاطر؟ قال لي انت شاطر. قلت له ما انت ايه؟ قال لي انا كنت مستواي على قدي، يعني عيل مش شاطر، فقلت اعوض عدم شطارتي باجتهادي بمذاكرتي. فانا كنت بحاول اذاكر وبسعى وعملت العالم. قال لي بس انا عارف ان ربنا مش هيظلمني والحمد لله. قلت له طب انت يعني شايف محمد؟ قال لي يا عم خلاص كل واحد خد نصيبه وتمام. انا فضلت انا محروق دمي، يعني انا اتحرق دمي خلاص. اتفرقنا كل واحد دخل حاجه، محمد دخل هندسه وانا دخلت تربيه، وايمن دخل حقوق بالعافيه، لحقها بالعافيه. والله ده حصل. عدت سنين وكل واحد راح في حته والسنين خدتنا. ايمن ساعتها انا فاكر عزل من منطقه راح منطقه تانية، بس علاقه فضلت موجوده. كل واحد فينا راح حته، وانا اتجوزت ويعني ورحت وجيت لغايه ما في يوم والله تاني بعد سنين كتيره كنت معدي بالعربيه في ميدان المطريه، فلمحت حد اعرفه. واحد حاطط، وده مش عيب بس انا استغربت، يعني واحد حاطط باترينا بيركب برفيوم، باترينا ازاز كده بيركب برفيوم. و انا عيني جابته كده فافتكرت، فشفته لقيته محمد. فركنت ونزلت سلمت عليه، وايه الاخبار عامل ايه؟ وبعدين قلت له محمد ايه ده؟ قال لي ايه ده؟ المشروع بتاعي. قلت له انت دخلت هندسه قسم برفيوم ولا ايه؟ يعني إيه؟ انا سايبك في هندسه. انا مش قصدي ان دي حاجه عيب، بس انا مستغرب انت مهندس، يعني ايه اللي يخليك تقف تعمل ده؟ انت تقدر تعمل حاجه تانية وبتاع. قال لي هندسه يا عم صلى على النبي. انا دخلت، ما انت عارف انا دخلت ازاي. قلت له ما انا بصراحه عارف، انت اخوك كان بيجيب لك الاجابات. قال لي لا، ما انا دخلت هندسه وسقطت اول سنه وسقطت تاني سنه واترفدت. قلت له بعدين كملت ايه؟ قال لي لا انا على حطه ايدك، انا ثانويه عامه انا زي ما انا ما خدتش اي حاجه خالص.
قلت له: ولا اي حاجه خالص. قال لي: يا ابني، ما قلت له ولا محمد من غير زعل. قال لي. قلت له: انت اصلا ما عملتش حاجه. انا بقى دماغي جابتني في الوقت ده ان اعرف ده حصل له ايه. اتواصلت معاه. ايمن حقوق، ايمن اول على دفعته، ايمن وكيل نيابه، ايمن رئيس نيابه، ايمن قاضي. اكتشفت ان ربنا اداله سعيه. ممكن يكون الموضوع اتاخر شويه، بس في الاخر خالص ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. قصدي ان انت ممكن تكون دلوقتي عمال تشتغل، اوعى تبص لحد تاني اللي ممكن ربنا يكون مأجل لك حاجه. واوعى تبقى من اول سنه في اول يوم في الدراسه دلوقتي لا انت عامل حسابك انا هدخل ايه. واحده ست كانت، عشان تعرف برضو، واحده ست كانت ست عجوزه وعندها كوخ كده. وباقي الكوخ ده كان جنب قصر ملك. فالملك خرج، الست دي خرجت تسترزق يعني. فالملك معدي لقى الكوخ، فقال: ايه الكوخ ده؟ قالوا: ده بتاع واحده ست عجوزه. قال لهم: كوخ جنب قصري، هدوه. قاموا هادينه. جت الست بصت على الكوخ لقيته مهدود. تخيلوا بقى ان الست دي عاتبت ربنا. رفعت ايديها للسماء وقالت له: يا رب، امرتني ان اسعى لاطلب رزقك، وانا خرجت كما امرتني، فاين كنت عندما هدموا بيتي؟ قام القصر مهدود على اللي فيه. قصدي ان انت وانتي من اول يوم في السنه حاجه متعبه، هتشتغل شويه، هتتعب شويه، الموضوع هيبقى صعب، بعدين هنشتغل اكتر، بعدين نتعب اكتر، بس في الاخر خالص صدقني انت بتسعى عشان تبقى زي ده. بس ما تبصش للسهل عشان ما تبقاش زي ده. مع العلم ان انا استاذنت الاثنين قبل ما احكي لكم الحكايه عشان ما بقاش بقى اجيب سيره حد. دول الثلاث دقايق بتوع النهارده، وان شاء الله كل حصه تكون في 3 دقايق لقصه حقيقيه تتعلم منها درس. عايزك تروح دلوقتي على المحاضره التكميليه عشان نكمل بقيه الجرامر، ويبقى كده خلصنا الجزء الاول في يونت 1. السلام عليكم.